في بداية هذا اللقاء الهدف الأول لنادي محيط قرطنة وعمر بن طاهر، الهدف الأول ويتحقق في 3 دقائق لعب. عملية كانت سريعة ودفاع النادي الأفريقي. شوفوا جمهور نادي محيط قرطنة، وبالطبع البداية قوية وقوية جدا في هذه المباراة، والتشويق اليوم باش يكون على أشده، ونتمنى أنه يتواصل حتى النهاية ويكون البطل الحقيقي للكرة التونسية 91-92. شوفوا العملية من جديد وهذه الإعادة. شكرا رشيد. إذن هذه البداية بالنسبة لمباراة صفاقس. حبيت نقول أن وزارة الشباب والطفولة والسيد الوزير مشكور. قرطنة يتعرض لإصابة هو عمر بن طاهر وقاعد يتلقى في الإسعاف. إذا فريق نادي محيط قرطنة يلعب ب 10 لاعبين، والنادي الأفريقي في الهجوم بعد الهدف الخاطف اللي كان من نصيب وبإمضاء عمر بن طاهر في الدقيقة الثالثة. النادي الأفريقي هاجم كما لاحظوا بأوفر عدد من اللاعبين، والكرة في اتجاه صبري البوهلي ومعاه محمد الطرابلسي، وتدخل وهناك ضربة خطأ لفريق النادي الأفريقي على يمين الحارس فيصل خليف. طاقم تحكيم هذه المباراة التونسي بالطبع. بعد الوجه عودة إذا لملعب طيميري بصفاقس. 11 دقيقة لعب في الشوط الأول. التفوق دائما لنادي محيط قرطنة، تفوق تحقق منذ الدقيقة الثالثة وسط عمر بن طاهر ليستعد الآن للعودة إلى الميدان بعد ما تلقى الإسعافات اللازمة. وحاليا كرة ترجع باليدين لفايت نادي محيط قرطنة. هناك منصور الأرقش في التنفيذ. طاقم تحكيم قلت هذه المباراة تركب من السيد محمد نصر كحكم رئيسي، يساعدوه فؤاد حمريت وفتحي ادغام، والحكم الرابع السيد جمال العش. بينما مراقب هذه المباراة الحكم الدولي السابق السيد الحبيب الميموني. يعود عمر بن طاهر إذا بعد 7 دقائق من الإسعافات، ويصبح فريق نادي محيط قرطنة بكامل عناصر فوق الميدان. وكرة من جديد ترجع لفايت النادي الأفريقي عن طريق السيد البرقاوي. تتنفذ كرة بسرعة وتتقص عن طريق عز الدين الحساسي. ممتازة في اتجاه عمر بن طاهر. نشاهدوا الآن في طليعة الهجوم من اليمين ومع رضوان وردة، ثنائي ممتاز، والكرة تقص من دفاع النادي الأفريقي السيد ناصر العمدوني. من جديد رضوان وردة كجناح أيمن حاليا يقرب من زاوية الركنية، والتوزيع وفضيل مغارية والسيد البرقاوي، وكرة تمشي لفوزي الرويسي. سامي الناصري وما يخلطش عليها صبري البوهلي. من جديد تماس لصالح. تفضل شيد. إذا كان في بالفعل مخالفة عندها قيمتها وتجي في مناطق نادي محيط قرطنة التنفيذ، وكرة جانبية تحول إلى ركنية لصالح النادي الأفريقي. وبالطبع هنا يظهر خط هجوم النادي الأفريقي بدأ يضغط بشكل واضح على دفاع نادي محيط قرطنة في تنفيذ سيرشيد في الهجوم. وهناك ضربة خطأ حاليا تبعد حوالي 25 متر عن مرمى الحارس فيصل خليف حارس مرمى نادي محيط قرطنة. والجل اللاعبين بالطبع كما تشاهدوا في مناطق المحيط. هناك فوزي الرويسي وفضيل مغارية. نتبعوا العملية. فضيل مغارية يخلي الكرة لفوزي الرويسي. مازال الحكم السيد محمد نصر يشير للخط الدفاعي لنادي محيط قرطنة باش يخلي الأمتار القانونية. إذا نتبعوا إذا ضربة الخطأ، كرة تقذف بعيدة والحارس ممتازة عملية تمويه من فوزي الرويسي. كرة تمشي وقف أخير من البرقاوي. الحارس يكون في الموعد. إذا كان نور الدين منذ حين يقول أن أبواب الملعب مفتوحة أمام الجميع في بنزرت، فأبواب ملعب طيميري مغلقة موصدة منذ الساعة الثالثة، لأن الملعب ما عادش بإمكانه باش يقبل أكثر من اللي يقبل. وإذا كان قلت أنه رقم قياسي اليوم أكيد وأنه ما حصلش أبدا مثل هذا التوافد وهذا الإقبال الجماهيري على ملعب طيميري. كرة إذا ترجع من الحارس عادل الهمامي. هناك أسامة المليتي وتسلل من رضوان وردة. دفاع النادي الأفريقي بسرعة ينفذ عملية. كرة تمشي سيد البرقاوي فوزي الرويسي، وتتحول سامي النصري لكن يصعب عليه، أو صبري بوهالي. سامي النصري يصعب عليه باش ياخوها. ترجع باليدين لفايت نادي محيط قرطنة.
فريق نادي محيط قرن يحاول باش يطبق خطه 3-5-2. نشوفوا في محمد طرابلسي اللي عاده الظهير الايمن يتحول ك جناح في صوره الهجوم، ومنصور الرقش هو اللي يتولى التنفيذ، وعمليه التنفيذ تعاد. تصبح لفاية النادي الافريقي 17 دقيقه لعب في الشوط الاول، هدف لصفر لفاية نادي محيط قرن، وكره الفوزي رويسي. فوزي رويسي نوجدوه اليوم كلاعب وسط ميدان. عزيز الحساسي، وكره ترجع من جديد لفاية النادي الافريقي. يتوغل وتوزيع، والفرصه متاحه للهدف، والهدف فرصه متاحه للهدف، والهدف يجي في 17 دقيقه لعب. هدف التعادل للنادي الافريقي. نتابع الاعاده. اذا النادي الافريقي يتمكن من تحقيق هدف التعادل بعد هذه فوز رويسي. ثم السيد برقاوي يتوغل يحاول باش يوزع مرة أخرى ثانية، والقذف الأخير عن طريق فوزي رويسي. هذا هو إذا هدف التعادل عن طريق فوزي رويسي. زوز من أبرز المهاجمين في البطولة الوطنية. عمر بن طاهر منذ حين كان عنده شرف تسجيل هدف. فوزي رويسي الآن يحقق هدف التعادل، ونتبعه في مباراة أعتقد أنها من طراز رفيع.